شباب، أنا دار أقول حاجتين في موضوع إماد الصيني اللي أنا شايف إنه أخذ أكتر من حقه. أول حاجة خلونا نتفق على حاجة واحدة، إنه إماد الصيني لاعب موهوب ولاعب ذو جودة عالية، لكن إماد الصيني لاعب سيء السلوك. في الهلال نفسه اللاعب ده قبال كده يشطب بسبب سوء السلوك. وحاليا في المريخ اللاعب هو موقوف توقعت اللي شطبه، زي يمكن موقفه زي موقف منجد النيل، كلهم موقوفين من الإدارة أو موقفين من الإدارة، وهيتم شطبهم يعني فيما بعد. كده كده اللاعب هيمشي الهلال وهيمشي أي نادي تاني داير يمشيه. وانا ما هتكلم من الناحيه القانونيه، لانه الناديين الهلال والمريخ عندهم لجان، عندهم لجان مختصة بالشأن القانوني. أنا داير أتكلم من الناحية الفنية. هل المريخ محتاج للاعب إمارة الصيني؟ لا، الإجابة لا. المريخ ما محتاج لإمارة الصيني. خانة الوسط في المريخ ملانة، بالذات خانة الارتكاز اللي كان بيلعب فيها إمارة الصيني. حاليا في التاج يعقوب، واللي أنا شايف إنه بيقدم في مستويات كبيرة، هو نجم الفريق حاليا وهو نجم الشهر الفات. بيقدم في مستويات كبيرة جدا مع المريخ. وغير التاج يعقوب، في محمد الرشيد. محمد الرشيد ممكن يلعب في الخانة دي. وبرضه في عمار طيفور ممكن يلعب في نفس الخانة دي. وبتوقع انه المريخ يكمل بالثلاثي الوسط، عمار طيفور ومحمد الرشيد والتاج يعقوب حتى نهاية الموسم. فبالتالي المريخ ما في هوجة للاعب إمارة الصيني، لأنه المريخ أصلا وسطه ملان، زائد إنه في الاحتياط في التكت وفي ديادين محجوب في حالة الإصابة أو في حالة الإيقاف. نمشي للهلال. هل الهلال محتاج لإمارة الصيني؟ الإجابة نعم، الهلال محتاج للاعب إمارة الصيني. حاليا مركز الارتكاز في الهلال فيه صلاح عادل، والهلال بيحتاج للاعب يكون بديل لصلاح عادل في حالة الإيقاف أو في حالة الإصابة لا قدر الله. فإماد الصيني يمكن هو خيار مناسب للهلال. وبتوقع أنه وسط الهلال يكمل لحد نهاية الموسم بصلاح عادل، وبالإضافة لأجاجون وبول بوجبا الهلال. ده ما فيما يختص باللاعب إماد الصيني. الموضوع بسيط جدا، المريخ ما محتاج لإماد الصيني حاليا، وأفضل خيار له هو الهلال، واللاعب مشى للهلال.